السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ وحشني جدا. النهاردة هنتكلم على حلقة جديدة على مشروب سحري هيفيدك جدا في حياتك وفي صحتك. أنت عارف إن في مشروب طبيعي تقدر تعمله في البيت بمكونات بسيطة جدا، ليه تأثير كبير جدا على صحة جسمك. المشروب ده لو شربناه قبل النوم هيتخلص الجسم من السموم، هيريح الكبد جدا وينشط الدورة الدموية، وكمان هتحس انك بتصحى الصبح خفيف ونشيط كأنك نمت نوم عميق قوي. النهاردة هقول لك ايه هو المشروب وازاي بيتعمل وازاي تقدر تخليه روتين ينقذ صحتك. قبل ما اقولك على المشروب ده يا ريت نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك وشير للفيديو. النهاردة جسمنا طبيعي بيتعرض لكمية سموم رهيبة، أكل مصنع، هواء ملوث، توتر، قلة نوم. الكبد هو الفلتر الطبيعي لجسمنا، بس ساعات احنا بنتعب، اذا كان بقى بمشروبات، اذا كان بطريقه اكل اللي زي ما احنا قلنا كده، اكل اللي هو الفاست فود، الكلام ده كله مواد فيها مواد حافظه كتيره بيأثر على الكبد. طب ازاي نساعده بمشروبات بسيطه ننضفه وندعمه كمان ونزود كفاءته؟ المشروب اللي معانا النهارده مشروب الليمون بالجنزبيل والعسل، واحد من اقوى مشروبات الديتوكس اللي معظم الاطباء والعلماء بيرشحوه وبينصحوا بيه. الموضوع بسيط جدا، المكونات بسيطة جدا فيه. هو عبارة عن ايه؟ كوباية مية دافية، عصير نص ليمونة، شريحة جنزبيل طازة او ربع معلقة جنزبيل اللي هو المطحون العادي، ومعلقة صغيرة من عسل النحل. وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده لازم يكون عسل النحل احنا ضامنينه عشان فيه غش كتير جدا فيه. طيب هنسخن كوباية المية بس مش هنخليها مغلية، وهنضيف عليها عصير النص ليمون وشريحة الجنزبيل او ربع معلقة الجنزبيل اللي احنا قلنا عليه. هنغطي الكوباية دقيقتين عشان زيوت الطيارة اللي فيها تبقى بتساعد معانا. بعد كده نضيف معلقة العسل ونقلبه، نقلب كويس جدا ونشربه. يتشرب وهو دافي، اهم حاجة ان هو يتشرب وهو دافي قبل النوم بنص ساعة. طب ايه اللي هيحصل لو التزمنا بالمشروب ده يوميا؟ بص يا سيدي، هيساعد الكبد ان هو يتخلص من السموم تماما، هيزود معدل الحرق بالنسبه للناس اللي بتعمل دايت او عايزه تنزل الوزن، هيقلل التهابات الجسم عموما زي التهابات المفاصل، وجع الجسم، وجع العضلات، الكلام ده كله. هيريح المعده جدا ويساعد ان هو يحفز ويساعد على زياده الهضم، بيقلل التوتر وبيساعد على النوم بعمق. وطبعا احنا عندنا مشكله كلنا ان احنا قبل النوم بنبتدي نفكر في حاجات فبنعمل توتر ما بننامش كويس، فده بيساعدنا ان النوم يبقى بتاعنا هادي. المفاجاه بقى ان بعد اسبوع واحد من الاستمرار في الشرب المشروب اللي احنا بنقول عليه ده، هتلاقي ان بشرتك بتنور وصحتك اتحسنت بشكل كبير جدا. وخلي بالك من حته ان البشره هتنور، ان فيها فيتامين سي ومضادات اكسده موجوده في المشروب ده هتفيدنا في تفتيح البشره. طيب انا بطلب منكم اللي جرب المشروب ده قبل كده يقول لنا النتائج بتاعته كانت ايه وفرق معاه ايه بعد اسبوع، واللي ما جربوش فعليا يكتب لنا ايه اللي حسه بعد ما استمر على المشروب ده لمده اسبوع. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا طبعا في القناه وتفعلوا الجرس وتشاركوا الناس اللي بتحب الرجوع للطبيعة الفيديو ده. عشان يوصل لكم كل جديد لازم نشترك في القناة ونفعل الجرس. استنونا في حلقة جاية، الحلقة الجاية مهمة جدا جدا جدا، هنتكلم على أغرب الوصفات اللي اتعملت في العالم، وإيه هي الحقيقي وإيه هي الغلط، وإزاي اتضحك على ناس كتيرة قوي بوصفات كانت بيتقال عليها إن هي صح وهي للأسف غلط تماما. استنونا في الحلقة الجديدة، اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة باذن الله. السلام عليكم.